اسم جانيت نعيم رمنديوس في حي العمدة ساكنة. طبعا جوني احنا اتحبسنا وقتها كان في الحرب، قعدنا ابينا نطلع كله قعدت انا واختي ومعاي واد خالتي دي معانا، بس من ما قعدنا قاعدين طبعا اتحبسنا، الدعامه حبسونا ما طلعنا، وبرضه الجيش لما جه ما طلعنا. بس قمت انا وهو ماشيين نجيب مويه من الحفره لانه ما لا كان في مويه لا اكل لا شراب لا اي حاجه، بنجيب مويه وجايين احنا وجايبين المويه اتضربت في رجلي اتعورت وانا وهو، وطلعنا المستشفى ودونا مستشفى النو، مشينا مستشفى النو عملنا عمليه في السرراب وقمنا رجعنا. لما رجعنا لقيت اختي في حاله انه هابطه، هي وامي هابطين ما لاقيين حاجه، يعني لو ما دخلنا يمكن كان ماتوا وتحللوا في البيت، ما كان زول اخذ خبره ولا اشتغلوا بيه. جيت اول ما ماتت خالتي يوم 20 11 20 12 ماتت، واختي ماتت يوم 21 12 دي. بس قمنا خلينا الجيش هو اللي دفنهم لي جنب الباب. الجيش دفنوا وين؟ دفنوا جنب الباب هنا، دفنوا هنا جنب الباب. بعدين طلعناهم، جانا وكيل النيابه والصليب والهلال الاحمر وبيشيل الجثث زي الدكتور الكبير بيشيل الجثث، قام طلعهم لنا تبع الكنيسه. الكنيسه طبعا ساعدتنا، الكنيسه بتاعتنا ساعدتنا وطلعتهم لنا وديناهم مقابر بتاعتنا مريمينا. كان سبب الموت انه كانوا هبوط، جعانين، تعبوا، الخلايع، الحبسه، الضغوط. احنا بنحب السودان دي. ما قدرنا نطلع من السودان؟ ما قدرنا نطلع من السودان، السودان دي ده بلد تسامح، بلد محبه، ولو فتشت في الدنيا والعالمين بدول العالم كله ما حلقه زي السودان دي. انا لو مشيت اي حته ارضي السوداني ما بسيبها. ما خلت نطلع، اي ما خلت نطلع. المحبه السودانيه متسامحين ومحبين وما عندهم بغض ولا كراهيه معانا. محبتنا مع السودان ده بلد تسامح ديني، ما عندنا فرق بين مسيحي ومسلم، عايشين مع بعض. سمينا كم نفر في القريب؟ كم نفر انتوا بس؟ احنا وفي هنا ناس نبيل وفي ناس هاشم، دول سودانيه مختار بس اللي كانوا قاعدين هنا في الحرب. كلنا في حي العمده. احنا ما طلعنا من الحرب، كيف كان فتره ما طلعنا، نحن سنين قاعدين وعايشين مع المسلمين والمسيحيين محبه وسلام، ما في بغضه ولا كراهيه. السودان ده ما في بعده، يعني لو فتشت في دول العالم ما حتلقى تسامح ولا حبه دينيه زي السودان ده. عشان كده ما طلعت، ما بطلع ولا بمشي حتى لو مشيت ما ممكن امشي القاهره. ما كان في ضرب هنا وفي هناك، حتى لو في ضرب. السودانيه حلوين، احنا بنحب بلدنا وتراب بلدنا دي، والله ابوس تراب بلدنا. الحرب كانت هنا ابوس ارضها. كانت هنا كيف؟ كانت كله الضرب فوق راسنا كله، والدانات شفت الشظيات دي بتنزل فينا وكنا بندخل نتدسى جوا. بس عشان كده الحمد لله، لكن ربنا على كده كبير. الفقد ده اثر له في الاخت؟ كيف الفقد؟ انا يا ريت انا ما هي انا اللي ضربتها، كان انا اموت هي تموت، هي ما عندها ولا شيء، هي ما عندها ولا تقول لي انت اختي خايفه علي.